الكشري المصري يا جماعة، وازاي بيتعمل الكشري المصري. وهقول لكم بقى على حاجة، علشان تاكلوا كشري لازم تاكلوه معمول في البيت صح. اي كشري في المحلات مع احترامي ليهم كلهم مفيش احلى من كشري البيت، لان في تركاية هما مش بيعملوها في المطاعم. الكشري ده عبارة عن كذا حاجة في بعض كده بيتقلبوا مع بعض وبناكل في قطمة واحدة. يلا نشوف بيتعمل ازاي. اول حاجة هنجيب مية ونسيبها تتغلي ونضيف ليها الملح، بنحط عليها كيس سباكيتي وكيس من المكرونة المخروطة، وبعد ما بيستوي بتاخد 7 دقايق ونحطها في مصفى تتصفى. بعد كده بنقطع البصل جوليان وبنجيب شوية كده حلوين من الزيت، عشان الزيت ده اللي هنعمل بيه بقية الكشري. بنسخن الزيت ونحط عليه البصل، وبنحط عليهم معلقتين من الدقيق علشان البصل يبقى لونه ذهبي ومقرمش معانا. بعد ما يستوي البصل كده اللون الذهبي الفاتح بنشيله، وبيغمق درجة كمان عن اللحظة اللي بنشيله فيها. كده البصل بتاعنا زي الفل. بناخد بقى شوية من الزيت نحطهم على المكرونة وبنقلبهم. لازم نحط شوية من الزيت وشوية من الزيت بناخدهم في حلة تانية، علشان هنحط عليهم عصير الطماطم. هنحط عصير لتر من الطماطم، عليهم شوية من الملح، 5 فصوص من الثوم مهروسين، معلقة من الفلفل الاسود، معلقة من الكمون، ونقلبهم ونسيب الطماطم تتسبك. هنجيب بقى معلقة من الزيت ونحط عليهم 3 معالق شعرية بالظبط. بعد ما بيتحمروا بنكون هنا غسلة العدس بجبة يا جماعة، بحطها لشوية الزيت اللي اتبقوا في الاخر. احط مجرد ما يغلي كده العدس بجبة، وانا كنت نقعاه اصلا ساعتين 3 قبلها. بحط الرز، مقدار الرز قد مقدار العدس بجبة، نص كيلو رز عليه نص كيلو من العدس بجبة، وعليهم الشعرية، وبنحط كمون وملح ونسيبهم على نار عالية يغلوا. وبعد ما يغلي بنهدي النار خالص على الرز وبنقلبهم كده، وبس كده. هنعمل بقى الدقة اللي بتتحط جنب الكشري. هجيب كوباية من المية، عليها نص كوباية من الخل، وعليها معلقة من الكمون والكزبرة ومعلقة من الثوم المهروس، وبس كده. بتاخد غلو وبنقفل عليها وبقت جاهزة عندنا الدقة. هنيجي بقى على الطماطم، خلاص اتسبكت، بنضيف عليها تقريبا 3 كوبايات من المية. مجرد ما تبدأ تغلي بنضيف عليها نص كوباية من الخل في الاخر، علشان لو كنا حطيناه في الاول كانت ريحته هتضيع. هنا بقى هنحط شوية من الزيت وعليهم معلقة من الشطة، ونحط صلصة طماطم. وخلي بالنا في الخطوة دي علشان ما نتحرقش. مجرد ما تبدأ تغلي بقت جاهزة عندنا شطة للكشري بس رهيبة. بنغرف بقى الكشري حاجة كده من الآخر. التركية اللي كنت قايلالكوا عليها إن العدس في المطاعم بيعملوه لوحده والرز لوحده، لكن في البيت اما بيتسرق العدس مع الرز بيبقى طعمه مختلف تماما وأحلى مليون مرة، وتحدي أي مطعم. جربوه وبألف هنا عليكم مقدما.